السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زينب نصر، وان شاء الله النهارده مع بعض هنعمل مارشميلو في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة واقتصادية. بجد مش هتصدقوا تكلفته بسيطة قد ايه. وما شاء الله تبارك الله النتيجة يا جماعة جميلة جدا جدا، زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله اسفنجية وفي نفس الوقت طرية جدا جدا، بجد احلى بكتير من الجاهز. تعالوا بينا نبدأ الفيديو نشوف عملنا ازاي، بس يا ريت من فضلكم نعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجه يا جماعه انا حضرت قالب زي ما احنا شايفين كده، ده مقاسه 30. تمام، وبطنته بورقه من الزبده، ودلوقتي بدهنها كويس جدا جدا بالزيت. تمام كده. انا عايزه بس اقول لكم ان اي طاجن هينفع معانا واي مقاس كمان، بس يفضل ان هو ما يزيدش عن 30، وكمان يفضل يكون يا مستطيل يا مربع. تمام، وممكن نستغنى عن ورقه الزبده ونحط بلاستيك راب او كلينج فيلم. تمام كده. بعد كده بقى هجيب البولة اللي انا هشتغل فيها واحط فيها 4 معالق كبيرة من الجيلاتين. تمام يا جماعة، تروحي عند العطار تقولي له عايزة 8 كيلو جيلاتين بحوالي 5 جنيه. تمام، هنحط منهم 4 معالق كبيرة، وهيفضل كمان من ال8 كيلو. تمام كده. انا هنا حطيت 4 معالق كبيرة من الجيلاتين، هحط عليهم نص كوباية من المية بدرجة حرارة المطبخ، ولا ساقعة ولا ايه ولا سخنة. تمام كده، يعني ولا باردة ولا سخنة، بدرجة حرارة المطبخ. وهقلب الجيلاتين في المية. تمام بالمنظر ده كده، وهسيبهم على جنب. بس كده. دلوقتي بقى جبت كزرونة او حلة او اي حاجة، واحط فيها كوبايتين من السكر. تمام يا جماعة، ادي اول كوباية وادي التانية، وهحط عليهم نص كوباية من المية. تمام، وهحط عليهم كمان ربع كوباية من عسل الجلوكوز، وممكن استغنى عن عسل الجلوكوز واحط عسل نحل. تمام، او شربات تقيل. بس طبعا يفضل ان هو يكون يا عسل جلوكوز يا عسل نحل. تمام، هحط بقى العسل الجلوكوز على الخليط، وبعد كده هرفعهم على النار. تعالوا بقى نشوف كده يا جماعة الخليط على النار بيكون شكله كده. تمام، اول بقى ما بيغلي يا جماعة بنسيبه دقيقة واحدة، وبعد كده بطفي النار. تعالوا بقى نرجع للجيلاتين اللي احنا كنا حاطينه على جنب. هبدأ ان انا اضربه بالميكسر او بمضرب البيض الكهربائي، اي حاجة هتنفع. وبعد كده يا جماعة هجيب بقى الخليط السخن اللي كنا حاطينه على النار. تمام، وهبدأ بسم الله انزل بيه شوية بشوية كده على الخليط بتاعنا وهو بيتضرب. اهو تمام كده، نزلت بكل كمية السكر اللي احنا كنا مدوبينه على النار مع المية والجلوكوز على الجيلاتين والمية اللي احنا كنا نقعينهم مع بعض من شوية. تمام كده. هفضل بقى اضرب يا جماعة، ما تقلقوش خالص. هو في الاول كده يعني هيفضل شكله شفاف كده وشكله غريب شوية، بس ما تقلقوش خالص، دلوقتي الشكل هيظبط تماما. زي ما احنا شايفين كده انا نزلت بكيس من الفانيليا، كيس صغير من الفانيليا. ودلوقتي بستمر في الضرب، وكل شوية هوريلكم مرحلة من المراحل اللي انا ضربت فيها. انا ضربت لمدة 12 دقيقة بالظبط. فطبعا يعني مش هصور لكم ال 12 دقيقة كلها عشان مش حابة اطول عليكم الفيديو. بس عايزة اقول لكم على ملحوظة مهمة، وهي اذا ان احنا رفعنا الخلاط كده او الميكسر سوري، ولقينا ان الخليط بينزل من الخفاقة بسرعة وبسهولة، يبقى كده لسه موصلناش للقوام اللي احنا عايزينه. انا هوريلكم دلوقتي القوام المطلوب والصح للمارشميلو يا جماعة، علشان ما تعملوهوش ويفضل طري وما يرضاش ان هو يمسك نفسه. تمام، دلوقتي يا جماعة خلاص وصلنا للقوام المظبوط. وهو لما ارفع الميكسر كده القوام بيبقى تقيل جدا جدا. تمام، وبينزل من الخفاقة بصعوبة. تمام، مش بصعوبة يعني ببطء. دلوقتي بقى هاخد يا جماعة نص الخليط وهنزل بيه في القالب اللي احنا كنا مجهزينه بورق الزبدة والزيت، ودهنينه بالزيت سوري. تمام كده، وهبدأ بسم الله ان انا اشتغل بسرعة، واحاول ان انا افرد المارشميلو بسرعة جدا جدا علشان هو بينشف. تمام بسهولة. احاول ان انا ايه اوزعه كويس جدا جدا في القالب. الخليط بقى الباقي هنزل عليه كده ايه كمية من اللون الاحمر، نقطتين كده من اللون الاحمر، واحاول ان انا بسرعة جدا جدا اخلطهم مع الخليط المارشميلو زي ما احنا شايفين كده. تمام، واشتغل بسرعة جدا ليه؟ علشان هو بينشف بسرعة. تمام، هبدأ بقى بسم الله ان انا اضرب او اخلط اللون الاحمر مع خليط المارشميلو الابيض زي ما احنا شايفين كده، ما شاء الله تحول للون بينك جميل قوي. هبدأ بسم الله انزل بقى بالخليط البينك ده على الخليط الابيض. اهو شايفين ما شاء الله جميل ازاي. وهبدأ ان انا بقى ايه انزل كل الكمية واوزعها على الخليط الابيض، والشغل يكون بسرعة علشان ما ينشفش مننا، ويعني ما نقدرش ننزله من البولة او ما نقدرش ان احنا نفرده كويس فين في القالب.
تمام كده يا جماعة اهو. احاول بسرعة ان انا اشتغل بسرعة وافرد المارشميلو او خليط المارشميلو. معلش بقى انا ما خدتش بالي ان التصوير مش مظبوط عشان كنت شغالة بسرعة. اهو بالمنظر ده كده اهو. هنزل بقى ايه بقية الخليط في الاماكن اللي انا ما فردتش فيها كويس، وهظبط بقى كل القالب كده. وطبعا عايزه اقول لكم ان السباتشولا او الحاجه اللي احنا هنفرد بيها المارشميلو لازم تكون مدهونه كويس جدا جدا بالزيت. تمام، كل حاجه نشتغل بيها تكون مدهونه بالزيت علشان هو الخليط بتاعه ستيكي او بيلزق بسرعه جدا جدا. تمام، هسيب بقى يا جماعه الخليط بتاعنا كده على جنب. تمام، وظبطه كده من فوق، وبعد كده هجيب بقى ايه خليط من معلقه من النشا ومعلقه من السكر البودره. تمام، وهحطهم في مصفى وهنزل بيهم على وش المارشميلو كده زي ما احنا شايفين. تمام، وبعد كده بقى هسيب المارشميلو على الاقل 4 ساعات. 4 ساعات ونرجع ان شاء الله. بعد ال4 ساعات يا جماعة انا جبت اللي هي القطاعة دي او الكاتنج بورد، وحطيتها كده على القالب بتاعي وقلبته عليها زي ما احنا شايفين كده. وهبدأ دلوقتي بسم الله ان انا اشيل معاكم ورقة الزبدة. تمام، على فكرة احنا يعني انا كنت دهناها كويس جدا جدا معاكم بالزيت، ومع ذلك هو علشان ستيكي شوية هي بتطلع بسهولة وكل حاجة، بس يعني مش بسهولة قوي. تمام، المهم ايه هطلعها زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هجيب بقى خليط عبارة عن معلقة كبيرة من السكر البودرة ومعلقة كبيرة من النشا، واحطهم على الوش زي ما احنا شايفين كده، او هوزعهم على الوش زي ما احنا شايفين. وبعد كده بقى هجيب سكينة كبيرة وهدهنها بالزيت، وممكن كمان ندهنها بالخليط بتاع النشا والسكر البودرة. وهبدأ بسم الله ان انا اقطع بيها المارشميلو بتاعنا على حسب الحجم اللي انا عايزاه. انا بحاول ان انا اقطعه قطع صغيرة زي ما احنا شايفين كده. تمام، وبعد كده بقى هقطعه بالعرض. على فكرة ما شاء الله يا جماعة الكمية كبيرة جدا جدا، والتكلفة بسيطة بقى، عبارة عن 5 جنيه ب5 جنيه جيلاتين وكمان بقي منهم، وكمان كوبايتين من السكر، وربع كوباية من عسل الجلوكوز. تقريبا التكلفة يعني مش هتعدي ال10 جنيه، والكمية كبيرة جدا جدا. تمام، انتوا عارفين طبعا ان المارشميلو بيكون غالي. وكمان بيبقى الحجم بتاعه في الباكيتات الجاهزة صغير مش كبير، بس ده ما شاء الله اللهم بارك طعمه حلو، وفي نفس الوقت الكمية كبيرة جدا. وطبعا عملناه بمكونات اقتصادية، كفاية بقى ان احنا عاملينه في البيت وضامنين نظافته، وكمان ضامنين الحاجة اللي احنا حاطينه فيها. تمام، بصوا بقى يا جماعه، او حاطينها فيها سوري. بصوا بقى يا جماعه المارشميلو جميل ازاي. عايزه اقول لكم انه على الاقل 4 ساعات نسيبهم علشان يتماسك، ما ينفعش اقل من كده. تمام، بصوا بقى القوام ما شاء الله تبارك الله اسفنجي، وفي نفس الوقت طري، وطعمه لذيذ قوي قوي ما شاء الله تبارك الله جميل. والمقادير على فكره مظبوطه قوي قوي. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. بصوا يا جماعه، شايفين الجمال؟ ايه رايكم بقى؟ والله زي الجاهز واحلى بكتير، طعمه بجد احلى بكتير واطرى جدا جدا من الجاهز. وعلى فكرة يا جماعة مش لازم نحتفظ بيه في التلاجة، ممكن يقعد بره التلاجة لمدة اسبوع. اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم وافادكم، ويلا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.